ازيكم ومرحبا بكم على قناة البورصجي. النهاردة التحليل الأسبوعي لليو اس 30. زي ما انتم عارفين يوم الاثنين دايما أو فيديو يوم الاثنين دايما بيبقى عن التحليل الأسبوعي لليو اسات عامة أو اليو اس ستوكس. أنا زي ما قلت قبل كده ما ينفعش تبتدي الأسبوع بتاعك من غير ما تقعد القعدة دي، وده من القعدة دي أنا بحب أقعدها وبحب أقعدها معاكم علشان تشوفوا ان الواحد ممكن ازاي ابروتش، ازاي بيتعامل مع الشارت وازاي بيابروتش الشارت ويحط الكي ليفلز بتاعته ويستنى يشوف الكي ليفلز دي على مدار الاسبوع ايه اللي بيحصل لها. وده مهم ليه؟ مهم علشان في ايام في الاسبوع انت بتستنى تشوف السعر هيروح لها، ولما تشوفه هيروح لها انت بتشوف رد فعل السعر ايه، السعر فعلا بيحترمها ولا السعر بيروح بس مجرد ان هو يعمل عندها إعادة تسعير، ولا السعر بيحب يروح وما بيحترمش الليفل ده وبيكمل في الطريق اللي هو عايز يكمل فيه. خلينا نتكلم بطريقة أوضح شوية. وأنا قلت لكم قبل كده لما تيجي تعمل التحليل بتاعك الأسبوعي على أي شارت، على أي حاجة، على اليو اس ستوكس، على الفوركس، على الذهب، على النفط، على أي حاجة، بتفتح الشارت الاسبوعي بتاعك تسأل نفسك هي شمعة الاسبوع اللي احنا فيه ده هتبقى بتتمدد لفوق ولا هتتمدد لتحت ولا هتفضل مكانها؟ ده اول سؤال لازم تسأله لنفسك في اي تحليل هتخش فيه. واتيفر على فكرة الشرط ايه، واتيفر انت بتشغل يورو يو اس دي ولا شغال جولد ولا شغال يو اسات زي ما احنا فاتحين على اليو اس 30 دلوقتي، فمش فارق معايا انت هتتريد في ايه، بس فارق معايا انت ازاي بتعمل التكنيكال اناليسيس بتاعتك، ازاي بتعمل تحليل على الاسبوع بتاعك علشان تبقى عارف انت هتستنى ايه. لان انت لو مالكش اوبجيكتيف مستنيه على فكره خلال الاسبوع اللي انت بتترد فيه، يبقى انت ما هتوه، يبقى انت هتروح وترجع ومش عارف انت بتروح فين ومش عارف انت مستني ايه عشان تخش صفقه او مستني ايه عشان تخرج من صفقه. ده الويكلي تشارت بتاع اليو اس 30. طبعا اول حاجه بنحددها بنشوف مناطق السيوله فين. زي ما انتم شايفين كده دي منطقه سيوله قويه جدا، في هنا سيوله، في هنا ناس حاطه ستوب لوز بتاعها، فدي منطقه سيوله قويه جدا السعر يحب يروح لها. ادي اول ليفل عندي. تاني ليفل عندي او حته اللي برضو السعر بيحب يروح لها هي الفير فاليو جابس. قلت لكم قبل كده هي الفير فاليو جاب هي الجاب اللي ما بين ثلاث شمعات زي ما انتم شايفينها هنا. وبما انها على الويكلي فهي بتبقى قويه جدا ان السعر يحب يطلع يريبرايس عندها او يعمل عندها اعاده تسعير وبعد كده ياخد اتجاه. فانا دلوقتي عندي تو كي ليفلز مهمين جدا. واحد الليكويديتي اللي تحت هنا، وبقصد بمناطق السيوله دي يعني في اوردرات او ستوب لوز او ناس حاطه الستوب لوز بتاعها في المناطق دي، فدي بتبقى مناطق سيوله. والفير فاليو جاب دي بتبقى مناطق السعر بتجذب السعر علشان بيبقى فيها اعاده تسعير. ده بالنسبه للويكلي تشارت. فزي ما احنا حطينا التو ليفلز المهمين دول اللي هو الفير فاليو جاب اللي على الويكلي اللي فوق دي ومناطق السيوله اللي تحت هنا، بلس انت عندك تنسوش ان ده بريكر، دي شمعة البريكر. بس قبل ما ننزل لشمعة البريكر، كل دي برضو فير فاليو جاب على الاسبوع. الحته دي كلها لما تحت الليكويد كل ده فير فاليو جاب. طبعا تحليلك لليو اس 30 او تحليلك للشارت او التكنيكال اناليسيس، هشيل دي بس عشان ما نعملش زحمه على الشارت بتاعنا. تحليلك لليو اس 30 او للشارت ده ان انت شايف ان الاسبوعين اللي فاتوا كان اسبوعين فيري بيرش، يعني كان نازل بطريقه عنيفه جدا. ليه كان نازل بطريقه عنيفه جدا؟ لان شايف الليكويديتي كل دي ليكويديتي دول طبعا ايكوال لو حلوين قوي، فدي مناطق ليكويديتي يحب السعر يروح يتاكن. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده في الاسبوع اللي فات لما السعر نزل اتاك الليكويديتي اللي هنا او مناطق السيوله اللي هنا، شايفين تكمل لتحت ازاي، مش مجرد بس عمل وكايه او هانت الليكويديتي وبعد كده رجع. لا، ده يدل ان احنا لسه في بيرش ماركت، احنا لسه في ماركت هبوط. هبوط لغايه فين؟ هبوط لغايه قديم. دي اول مناطق اللي كنت تبص عليها طبعا مع فير فاليو جاب هنا. فانت عندك دي منطقه او كي ليفل مهم جدا. فانت عشان كده بقول لك ليه لازم تحط الكي ليفلز دي. بتحط الكي ليفلز علشان تشوف السعر هينزل لها وهيروح لها ويعمل ايه.
فانت لو النهارده يوم الاثنين ودي فاتح، طبعا انتوا عارفين يوم الاثنين ده مش يوم تريدنج، ما بنتريتش يوم الاثنين، ما بنخشش اي صفقات يوم الاثنين. يوم الاثنين انت بتقعد تراقب فيه فتحة الاسبوع، والاسبوع بيروح فين، وبتشوف كي ليفلز بتحطها على الديلي حتى عشان تعرف بعد كده يوم الاثنين بيديك انديكيشن لبقية الاسبوع ممكن يحصل فيه ايه. تمام. فلو من يوم الاثنين النهارده كان في حالة صعود شوية، فانت متوقع ان يكون في حالة هبوط لغاية ما ياتاك السيل سايد ليكويديتي اللي تحت هنا. تمام. وبعد كده انت عندك هنا بقيت فير فاليو جاب على الويكلي. بما ان النهارده يعني لسه اول يوم، فاحنا لسه مش هنقدر نعملها، بس لو شايفين دي كده على الويكلي دي هتبقى دي فير فاليو جاب، ممكن البرايس بعد كده يطلع يريبرايس عندها وبعد كده يكمل نزول. ده بالنسبه للتحليل الاسبوعي. تعالى ننزل على الشارت الديلي ونشوف الدنيا فيها ايه في الديلي شارت. طبعا على الديلي شارت فيه تفاصيل كتير قوي لازم نشوفها مع بعض. اولهم ان البرايس دلوقتي في فير فاليو جاب على الديلي اللي هي دي، وشايفين قد ايه البرايس احترم الفير فاليو جاب دي. احترامها دي انا اعرف منين ان البرايس احترم الفير فاليو جاب دي لغايه دلوقتي؟ طبعا يعني في الميعاد اللي احنا بنسجل فيه الفيديو ده، ان البرايس نزل لغايه نص الفير فاليو جاب ورد من نص الفير فاليو جاب. ده يديك انديكيشن ان الفير فاليو جاب دي ريسبكتد او البرايس لسه محترم. طبعا النهارده لسه يوم الاثنين، ممكن ده يروح قالب ونازل على فكره، فما ما تاخدش ان ده يعني خلاص ثقه، بس انا بديك ان الفير فاليو جاب دي كان ليها انبوت حتى لو النهارده او حتى في فتحه لندن او حاجه، ان البرايس احترم الفير فاليو جاب دي. طبعا احترمها لغايه فين؟ احترمها ان هو يا اما هيكمل طلوع يشوف يهانت مثلا الباي سايد اللي هنا، الباي سايد ليكويديتي اللي هنا، الناس اللي حاطه ستوب لوز هنا، او لو هو فيري ويك فيري ويك يعني زي ما بيقولوا، فمش هيقدر حتى يعدي نص الوكايه دي. ليه ما يقدرش يعدي نص الوكايه دي؟ لانه لو عدى نص الوكايه ده زي ما قلت لكم، نص الوكايه دي احنا بنعتبرها از جاب. فلو انت عندك اليو اس 30 لو هو ضعيف جدا النهارده ما يقدرش يعدي الليفل ده. فليه بقى احنا بنحط الليفل ده؟ احنا دلوقتي بنحط الليفل ده عشان نشوف لو النهارده يوم الاثنين، وزي ما قلت لكم يوم الاثنين احنا مش بنترد فيه، بس لو لقينا ان البرايس طلع لهنا وريسبكت الليفل ده، كده ننزل على اللو تايم فريم ونشوف بقى اذا كان في شيفت في الماركت شيفت في الماركت ستراكشر ولا لا. فده يديك انديكيشن ان احنا لسه في حاله هبوط، وفي حاله هبوط قويه جدا، وان اليو اس 30 في حاله هبوط قويه جدا لدرجه ان هو مش قادر حتى يطلع يهنت الناس اللي حاطه الستوب لوز اللي هنا. ده سيناريو. السيناريو التاني، عشان كده لسه بقول وكان لازم نهولد على يوم الاثنين، هنشوف الديلي النهارده ايه اللي هيحصل. هل هيطلع هنا فعلا ويحترمها وبعد كده ينزل على الفير فاليو جاب دي، ولا هيبتدي يطلع سنه لغايه ما نشوف الليفل ده هيعديه؟ لو عداه يبقى هو هيطلع هنا، ولو طلع هنا وبقوه غاشمه هيطلع يريبرايز في الفير فاليو جاب دي، وده طبعا متوقع جدا يعني. ده بالنسبه لو خدت في حاله الصعود. طب في حاله الهبوط، في حاله الهبوط باينه قوي ان هو هينزل هنا يكسر الفير فاليو جاب دي، ولو كسر الفير فاليو جاب دي يبقى هو نازل على السيل سايد ليكويديتي او مناطق السيوله اللي تحت دي، الناس اللي حاطه ستوب لوز، فينزل يهانت الناس اللي حاطه الستوب لوز بتاعها. ننزل على على ال1 اور شارت ونشوف الدنيا فيها ايه على ال1 اور. ده الليفل اللي انا حطيته، او دي الوكايه بتاعت الاسبوع اللي في اول يوم اللي قبليه، ونشوف هنا البرايس. انا قلت ليه الكي ليفل ده مهم جدا؟ لان قلت الكي ليفل ده لو هو البرايس او السعر طلع هنا وريسبكت الكي ليفل ده وريسبكت البرايس والكي ليفل ده، يبقى غالبا هيكمل نزول ويكسر الفير فاليو جاب دي. طب لو هو طلع صاروخي كده، لان خلي بالك النهارده برضو يوم الاثنين فيه اخبار، بس انا برضو عند موقفي يوم الاثنين مش يوم تريدنج، وكسر هنا، يبقى هينزل يسند على الكي ليفل ده وهيطلع بعد كده ياتاك السيل سايد سوري الباي سايد اللي فوق هنا. فعشان كده يا جماعه انك بتقعد تعمل التحليل بتاعك
وتقعد تعمل الاناليسيس بتاعتك، دي حاجة مهمة جدا ومش حاجة اختيارية. انت لو عايز تنجح في المجال ده، وعايز تعمل فعلا حاجة وعايز تعمل فعلا مصدر رزق ليك في المجال ده وتطلع منه فلوس، يبقى لازم تعامله ان هو كبزنس، لازم تعامله كأنه شغل. وطالما انت داخل شغل فانت لازم تنظم شغلك. تنظم شغلك يعني ايه؟ تعمل اللي احنا بنعمله ده. تيجي يوم الاثنين تقعد قعدتك تعمل الاناليسيس بتاعتك، تفتح الويكلي شارت، تفتح الديلي شارت، تفتح الوان اور شارت، وتحط الكي ليفلز بتاعتك، وتشوف البرايس لو عايز يطلع لفين. وزي ما انا قلت لما حطيت لكم ليفلز هنا، قلت لكم الليفلز ده الهافل والكايه بتاعت اليوم اللي قبليه. هنشوف البرايس هيطلع لها، ولو طلع لها ايه اللي هيحصل، هيحترمها ولا مش هيحترمها. عشان لو ما احترمهاش انا عارف ان كده البرايس نازل على الفير فاليو جاب اللي تحت دي، وبعد كده احنا لسه في حاله هبوط. الترند العام احنا في حاله هبوط دلوقتي. بلس ان ده سيزون تندنسي. سيزون تندنسي يعني ايه؟ يعني احنا بقالنا اولموست من اول شهر اربعة، سوري، من اول، احنا بقالنا اولموست من اول شهر واحد احنا في حالة صعود. فغالبا كل 3 4 شهور البرايس بيغير اتجاهه. يعني هو في حالة صعود يبقى بعد كده في السيزون تندنسي يبقى في حالة هبوط. دي حاجة ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين. بس اللي انا عايز اوريه لك دلوقتي انك مهم قوي انك تقعد القعدة دي وتعمل الاناليسيس بتاعك وتحط الكي ليفلز بتاعتك، علشان هي دي اللي هتقعد تبص عليها بعد كده وتراقبها. لان النهارده يوم الاثنين، وانا شايف ان يوم الاثنين بدايه صعوديه، فهيصعد لغايه فين؟ هشوف الليفل ده، والله احترم الليفل ده، وبعد كده نيجي يوم الثلاث لقيته في الحته دي، وبعد كده هيكسر الفيل فاليو جاب، يبقى انا خلاص عارف ان كان يوم الاثنين ده الهاي اوف ذا ويك، واحنا لسه في حاله هبوط شغالين. كسرها وطلع، يبقى انا عارف ان في، شايفين الايكوال هاي دول، دي ناس حاطه ستوب لوز، يبقى البرايس عايز يطلع يهانت الستوب لوز دي الاول، بعد كده ينزل. ده يعتمد على ايه؟ على الكي ليفلز اللي انت حاططها. انت شايف ايه؟ انت شايف البرايس يعمل ايه؟ فانت لما بيجي البرايس في الكي ليفلز دي بتنزل بقى على ال 5 minutes وعلى ال 15 minutes، تشوف البرايس بيعمل ايه. هل ادى بوش لفوق، ولا ادى كسر ماركت ستراكشر على اللو تايم فريم، فتبتدي تخش صفقتك من على فير فاليو جاب لغايه ما يهانت باي سايد او سيل سايد ليكويديتي. ده اللي انا عايزكم تفهموه النهارده، وده اللي عايزكم لازم تعملوه كل اسبوع. لو انت فعلا عايز تخش صفقات ربحانه، وعايز تخش فعلا وتعمل حاجه في المجال ده، يبقى دي واحده من القعدات اللي لازم تعملها كل اسبوع قبل ما تعمل اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اللي عايز اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.